في مهام جسيمة، بس سيدنا أبو بكر بيستدعيه للتحقيق والتدقيق لتمحيص هذا الأمر، إن الكلام كتر. فجه سيدنا خالد لابس الدرع بتاعه، كان من الحديد وقد علاه الصدأ من كثرة الدماء، دم دم دم، الدرع حديد صدى من كثر الدم اللي عليه داخل، وعلى رأسه عمامة وقد غرز فيها ايه النشابات، السهام، عمامة كبيرة كده وغرس السهام، وكل سهم ايه في دم 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 من المعارك اللي خاضها، عمة فيها السهام والدرع كده. فدخل المسجد لقى عمر، فقال عمر: قتلت رجلا مسلما ونزوت على امرأته. اللي كان سيدنا خالد ايه اصطفى زوجة مالك بن نويرة اسمها ليلى ام تميم بنت المنهال، اصطفاها، دي بقت بتاعته زوجها، او اعتبره مات مرتد، فاصطفاها خالد. فلما انقضت عدتها حاضت بنى بها. انا نسيت اقول لك، سيدنا خالد لما امر بقتل مالك بن نويرة امر بفصل رأسه، افصلوا رأسه، فقطعوا رأسه. فسيدنا خالد يعني عمل اجراء لارهاب المرتدين اللي هم فارين هنا وهناك، فخد الراس بتاع مالك بن نويرة وحطها، وحط جنب منها حجرين، ولع النار وجاب قدر وفيه لحم يستوي بقى على ايه؟ على النار دي. القواعد ايه؟ القواعد اللي القدر محطوط عليها ايه؟ راس مالك بن نويرة وحجرين. الناس بقى لما يسمعوا وسيدنا خالد ويجيله نفس ياكل من اللحمه اللي هي في الخضره دي، يجيله نفس. سيدنا خالد شخصيته قويه جدا ونفسه حلوه ليرهب الاعراب ان الموضوع ده محتاج حزم، الموضوعات دي محتاجه قوه، ارهاب للاعراب المرتدين. فيقال في الروايات ان النار قعدت قايده في شعر مالك بن نويرة لحد اللحم ما استوى، ولسه النار قايده في الشعر لكثرة شعر رأسه، شعر رأسه غزير وتقيل وكتير، فالنار قعدت تولع فيه ايه مدة طويلة، ما كانش اصلع يعني او شعره خفيف او شعره غزير وكتير، قعدت النار قايده فيه لحد اللحمه ما استوت. وكل سيدنا خالد واصطفى زوجته لما انقضت عدتها بنى بها. فلما جه المدينه سيدنا عمر يقول له: قتلت رجلا مسلما ونزوت على امرأته لأرجمنك بالجنادل.